بسم الله الرحمن الرحيم. كيف حالكم حبايبي الحلوين؟ وبلش معنا موسم الزيتون، وبما إن عندي كمية قليلة من الزيتون الأولاد قطفوها من شجرنا. غسلت الزيتون من الغبار وصفيته وبلشت أدق فيه. طبعا راح أدلع الزيتون وراح أدقه بمطرقة خشبية. ممكن نستعمل إذا كانت عندي الكمية كبيرة راح نستخدم حجر ونغسله كويس ونغطيه بورق الستريتش أو الراب فود، وحاولوا إنكم تعملوا شق فقط في الزيتون. راح أكمل كمية بهذا الشكل. هون راح أنقع الزيتون بالمي لمدة 3 أيام، وبال3 أيام راح نغير مية النقع 3 مرات باليوم. هيك راح نتخلص من مرارة الزيتون. وهون عندي 4 حبات من الليمون قطعتها قطع صغيرة بهذا الشكل. وعندي 6 حبات من الفلفل الحار الأخضر والأحمر حسب المتوفر، راح أقطعه 3 قطع مثل ما أنتم شايفين. أما للمحلول الملحي راح أعاير المي بهذا المج. لكل كوب من المي راح نستخدم ملعقة كبيرة من الملح. هذا إذا كانت عندي كمية صغيرة من الزيتون، يعني 2 كيلو 3 كيلو بالكتير. أما إذا كانت عندي كمية كبيرة من الزيتون فهاي قصة تانية راح أحكي لكم إياها بعد شوي. هون أنا حطيت 7 أكواب من المي، راح أضع عليهم 7 ملاعق كبيرة من الملح. راح أحرك الجميع مع بعض حتى يذوب الملح. وبأي مرطبان متوفر عندكم راح نغسله كويس ونبلش بوضع طبقات من الزيتون والليمون داخل المرطبان والفلفل الحار حسب الرغبة. وراح أبلش بوضع المحلول الملحي حتى يغمر الزيتون بالكامل. وآخر شي راح نضع ربع ملعقة كبيرة من الكركم لإعطاء اللون الأخضر الزاهي للزيتون. راح نغلق غطاء المرطبان ونتركه لمدة أسبوع كامل، وبعدين بكون جاهز للأكل. أما إذا كانت عندي كمية كبيرة من الزيتون راح أستخدم طنجرة كبيرة مملوءة بالمي وكمية من الملح. هون راح أستخدم طريقة البيضة. راح نستمر بوضع الملح ونحرك حتى تطفو البيضة ويظهر جزء منها خارج الماء. وآخر شيء راح نضع ملعقة كبيرة من الكركم ونخلط جيدا، وهيك بكون عندي المحلول الملحي جاهز. راح نملأ القزايز بالزيتون والليمون والفلفل حسب رغبتكم، وبعدين نملأها بالمحلول الملحي. تغلق بإحكام. وهيك وصلنا لنهاية وصفتنا، ولا تنسونا من اللايك والشير والإلقاء في وصفة جديدة. مع السلامة.